لحظة، مين انت؟ أنا قولونك. شو بدك؟ ارحمني مشان الله. لا تخاف، أخذت حبة القولون؟ اخذت حبتين. ايش فيك انهبلت تكلم نفسك؟ لك اخي عم قولوني وعم بحكي معه، انت شو لك علاقه؟ كول بيس لا ان شاء الله. انت مفكر القولون ما بيحب الاكلات؟ هو اساسا بينتفخ على قد ما له مبسوط. هلا نحن حبايب عند الكبير بايسترو بالسليمانيه. الفطور الشامي يعتق بشع ضامي، التسائي والفول والحمص بلبن وبزيت، ما بيخلو يوم الجمعة بالشام من كل بيت، والفلافل والمسبحة معها، ما في مع الأجواء اتيكيت، ومن دونهم يوم الجمعة بتكون كأنك يا أبو زيد ما غزيت. وهي عادات وتقاليد بتنحط بالبيوت يا على الطاولة يا على الحصيرة. وشو أحكي لكم على الأجواء اللي بالحب خطيرة، يعني بتفيق الشباب ومن البيت بتروح لتجيب حمص وفول وخبز مشروح. بهالأثناء بتكون العيلة فرموا البقدونس والبندورة ودقوا التوم وعم ينتظروا تجتمع العيلة، وعلى جنب شايلين الهموم. واسمع على الأصوات، على وين السمنة والزيت يا سميرة، وجيبي معك الشاي والمي يا منيرة. ومن القوانين والأصول لازم يتغرق بالزيت البلدي، الحرس تاني الحمص والفول. أما ست البيت ما بتكون مأمنة إذا ما سمعت أهل البيت على الفتة طشة السمنة. شو هاد؟ يا محمد يا زلمه. وما بتكون أكلت ولا شبعت ولا أغنيت من جوع إذا ما شرشر الزيت من الكوع. وأنا حابب بالتعليقات أعرف أجواء الفطور اللي عندك، نفس هاي الأجواء ولا غير الحكاية؟ دائما تجيب لي العيله وتاكل اكل ما بيفهم. شو يعني؟ وانو عند الكبير بايسترو. وين ما وين؟ حياكم الله. حياكم الله.